هلو ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ النهارده بقى انا زي ما وعدتكم الفيديو اللي فات، قلت لكم ان احنا كل فيديو نعمل ختمين او اي حاجه كده مثلا. فانا مش هقول لكم احنا هنعمل ايه في الفيديو ده عشان تكملوا الفيديو تشوفوا احنا هنعمل ايه. النهارده هنعمل بالواير زي ما انا قلت لكم برده. النهارده بقى هعمل لكم حاجه تحفه جدا 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 جدا، وهتقدروا تخرجوا بقى في اي حته وتخلي شكل، اذا كان اوتفيت او اي حاجه تخليه شكله بيرفكت. بقى معايا لاخر الفيديو عشان تشوفوا انا هعمل ايه. عامل بقى ليكم النهارده كده دلايه، وجبت لكم برده يعني اللي هو انا هندخله في السلسله اهو. ده هوريكم هنعمل بيه ايه. وجبت لكم خرز كده، بصوا حاجات كده متنوعه، كل حاجه هنوظفها وهعملها معاكم حاجات تحفه. يلا بينا نبدا بقى عشان ما نطولش الفيديو وما نرخمش عليكم. الحاجه فيها بقى يا جماعه، وريتكم الخرز اللي احنا مش هنستعمله وما وريتكوش اللي احنا هنستعمله في الفيديو اصلا. اللي هنستعمله في الفيديو الخرز ده، شوف هو تحفه جدا وشكله شيك. مش عايزه اقول لكم بقى هنطلع منه حاجات قد ايه. شوف في كلرز كتير جدا. يلا بقى نخش في الموضوع عشان احنا كده هنطلع. اول حاجه بقى يا جماعه عشان نعمل السلسله لازم ناخد مقاس السلسله عشان ايه يطلع شكلها في الاخر حاجه. نعمل بقى طبعا الطول اللي احنا عايزينه او الشكل يعني الحاجه اللي احنا عايزينه اهو. بس يا جماعه انا حددت لنفسي الطول ده. نعمل كده بقى نقص بالقصافه برضو يعني. تاني بقى حاجه، احنا بعد ما قصيناه وظبطنا المقاس كده هناخدها كده نقصها عشان نعملها لجزئين. هنظبط برضو عشان تطلع شكلها حلو. هناخد كده الشكل ده كده يكونوا الاتنين قد بعض بالظبط. حاجه بقى هناخد كده حته سلك واير رفيع اهو، ثانيه حته صغيره كده مثلا تيجي 3 سنتي، نجيبها بركاوي يعني انا قصيت دي تبقى 3 سنتي. لما يكون كده مدغدغ من حته نبتدي نسويه بالبطاطا الناعمه. وبرده يا جماعه متكاش على البطاطا قوي لان دي برده من الغلطات اللي انا كنت بغلطها وحابه ان انا انصحكم بيها عشان ما نعضعضش السلكه وتطلع في الاخر يعني الفينش بتاعه مش حلو. تكاش جامد، انا كنت الاول بتكه جامد جدا اهو. شفتوا سهله ازاي؟ بعد كده بقى هنجيب اول جزء احنا قطعناه وهنجيب حته الواير اللي احنا خدناها هندخلها هنا اهي كده بالشكل ده. هبتدي بقى اجيب اللي هو ده، هبتدي الف كده اهو بالشكل ده، بمسك كده بلف الآلة مش بلف السلك. هنجيب بقى دي كده جوه عشان تبقى جوه السلك الصغير اللي احنا هنعملها عشان ما يفضلش رايح جاي، يثبت كده اهو يا جماعه بالشكل ده. بصوا كده السلسله ثابته وكده حلو. نلعب بقى شويه، هما كل الالوان لايقه على بعض بس تعالوا نشوف بقى الترتيب بتاعهم هيكون ازاي. يلا دي كده اول واحده، دي بقى ندخلها اوكي. ايه مش عارفه مش عارفه. يلا بقى تعالوا نختار اللون اللي بعديه. هو طلع اخضر كده معايا اهي. ثانيه بقى اللي بعديه، والله يا جماعه مغمضه انا باخد بالبركه. رب ونبي يا رب يطلع لون غير الاخضر من درجات يعني. ده ايه ده بقى؟ اخضر برضو النحس ده. استنى ندخلها تاني، مش طلع اخضر والله المره دي. طلعت اخضر يبقى ده كده نحس. اخضر والله اخضر انا معرفش هو فين العنوان اهو. ثانيه اهي. تعالوا نختار واحده كمان ونقرب تطلع روز طب ولا اي لون. طب ده حلو، ده حلو روز. يا جماعه السلامه مش حلوه كده ان احنا نحط روز في الاخر، فاحنا نعيد مره كمان يعني محدش هيعرف. ده كمان ازرق. يا جماعه هي المفروض تتعمل كلها اخضر، فانا المفروض بقى ان انا اعملها كلها اخضر وخلاص تبقى الوان لايقه على بعض. تعالوا نختار دي مثلا، هي خضرا برضو اهي. شوف بس الفتحه فين انا هدخلها منها اهي. ندخل واحده كمان اهو دي مثلا. غير شويه عشان ميبقاش كله اخضر. تعالوا اللي هو مدي على الاصفر ده سيكا. ايه ده ان كل الدرجات كده تبقى شبه بعض. طب احنا ممكن نلعب سكه كمان. انا حاسه ان انا هشيل دي دولا كده واحط دي مكان دي الكبيره دي عشان تكون شكلها احلى.
يا جماعه القرارات دي باخدها معاكم كده، اعملها بقى وارجع لكم عشان احنا كده طولنا قوي. هي كده بقى يا جماعه، كده بعد ما خلصتها نبتدي بقى نخش على الستبس الجاي. اول حاجه هنبتدي برضو نعمل نفس دي، بس تكون برضو لفوق عشان نكون كلها يعني تكون كلها كده بقى كده. يلا بس نبتدي برضو ناخد من هنا، ندخل الاول عشان ما ننساش. دخلنا. نبتدي بقى برضو نجيب المبروم او اللفاف اهو، نبتدي نعمل كده. استنى عشان كبرتها، نعيد عيد اهي. برضو يا جماعه اوظفها مثلا، نعمل بيها مثلا حلق، نعمل بيها خاتم برضو، بس الخاتم فيه طريقه كده، فكره كده معينه، بس هي سهله وغل خيل، وهنوظفها بحاجات كتيره جدا وكلهم نفس الفكره برضو. يلا بقى ايه، نشوف نهايه السلسله دي هنعمل فيها ايه. هنفتح كده وننقي كده قفل اهو. انا هستخدم القفل ده. نبتدي بقى كده ايه نجيبه هنا القفل اهو. بعد كده بقى هنختار الحلقتين دول، اوريكم برضه هنعمل بيهم ايه. ده كده بتلعب مع تيمون، مالناش دعوه بيها. الصوت اللي طلع ده كان صوت كده بتلعب مع تيمون، طبعا انا ما قدرتش اسيبه يعني، فاديته بوسه. نركب اول حاجه اول حلقه هنا، فتحناها اهي، هندخلها هنا. سهله جدا دي بقى اهي. ايه ده اهي دخلت. هبتدي بقى اجيب دي كده ارجعها ورا. يجي كده يا جماعه بالشكل ده. دي اول حاجه كده قفلناها، ونتاكد ان احنا قفلناها كويس كده عشان ما تخرجش. الناحيه التانية برضو بقى يا جماعه هناخد حلقه ونفتحها اهو. ثانيه اهي بتتفتح كده، هي سهله. هدخلها برضو نفس الكلام، بس قبل بقى ما نقفلها ثانيه، قبل ما نقفلها نروح جايبين القفل، بيكون فيه هنا كده زي فتحه، نروح مدخلينه فيها ونروح عاملين كده. دي ترجع كده ثانية بالظبط اهي. هرجعها كده بقى ورا ونروح عاملين كده وكده وقفلناها اهي كده. خلصت. هلبسها بقى لان انا اصلا دي اكتر حاجة انا كنت مستنياها. افتح القفل. بصوا كناش 10 دقايق بالظبط وعملنا بجد حاجة تحفة. بصوا شكلها جايب. بصوا يا جماعة، بصوا شكلها عامل ازاي، شكلها تحفة اهي يا جماعة في اللبس. بصوا شكلها تحفة اصلا، عاجباني جدا 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 جدا. بصوا ممكن اطولها كمان شوية كده عشان لبس الشتا بقى، بس تبقى دي جميلة كمان. وكويس اللي طلعت معانا الوان غامقة برضه عشان الشتا. ان شاء الله يا جماعة اوعدكم الفيديو الجاي ان احنا نعمل مثلا الحلقة، واحنا هنعمل طقم كامل عامة، بس كل مرة كل فيديو يعني هنعمل حاجة لان الامتحانات بقى والوقت والكلام ده. مثلا الفيديو الجاي نعمل الحلق، واللي بعديه مثلا الاسويرة، واللي بعديه الخاتم، واللي بعديه بقى الخلخال. معلش هتعبكم معايا بس عشان المذاكرة بقى، وهحاول برضه ما اتاخرش عليكم وهعمله لكم بسرعة، بس هوعدكم برضه ان انا هنفذه. واتمنى يكون فكرة السلسلة عجبتكم يعني، وفكرة الدلاية. وطبعا بقى متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. وقبل بجد 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 نفسي بجد تعملوا لايك وسبسكرايب، عشان انا بجد نفسي نعمل كده عيله بقى كبيره كده، ونعمل معاكم حاجات هاند ميد بقى، وهنبقى بجد هنعمل حاجات جميله جدا 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 جدا. اول ما اخلص الطقم خالص هقوله لكم كلكم وانا لابساه ولبست على ايه، وقدرت مثلا اخلي الاوتفيت بتاعي شكله شيك ازاي، نسقته مثلا مع الاكسسوارز بتاعتي. وباذن الله يعني لما ربنا يكرم الاجازه والنبي وتيجي والنبي يا رب، وتيجي بسرعه وتعدي السنه دي، وربنا برضو يخلص السنه دي كده ويخليها حلوه كده ولذيذه علينا. و حاول انا اعمل لكم فيديوهات في المدارس شويه اكتر، لان احنا يعني لما بيجي كل فين وفين لما بنعمل فيديو، يعني يا رب اكرم والنبي يا رب ونكترهم. في الاجازه هغرقكم فيديوهات قد كده هتزهقوا اصلا.
متنسوش بقى ايه تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد، وتعملوا شير لكل اصحابكم عشان يتفرجوا عليا، وكمان انا ايه اتبسط كده ان في ناس بتتفرج عليا، وكمان هم ينبسطوا بالفيديوهات بتاعتي. باي.